جينا مع أستاذنا الشيخ الفاضل الأستاذ فضيلة الشيخ لقمان. أنا قلت الشيخ لأن العديد ربما يظنون ويريدون منا نركز الكلمة على الأستاذية فحسب. لا، هو شيخ يتحرك مثل تحرككم من ناحية، ومن ناحية أخرى إذا دار دورة يعني تحليل النصوص ومناقشة الباحثين هؤلاء هم عفاريت. الحمد لله رب العالمين. زاروني أشرف وأتفضل بالتعريف بسماحة الأستاذ الدكتور الشيخ لقمان علاوي الزكوي كبر الله. الله أكبر. So ajen so yo badori katun le gbọ́ dáadáa professor ni wọ́n dúró yìí o kì í ṣe irú kankan fẹ́ nìkan professor wọ́n ṣiṣẹ́ gbà ni. inshallah taltakuna ma'ahu fi khitabatihi wa fi ta'amulatihi ma'a an-nusus wa ma'a al-muhadarat wal muhadirin. أيها الإخوة الأفاضل، بجانبه ذلك العلامة المشهور هو يعني يقولون في يعني كل في فلك لكنه يعني في الأفلاك يسبح. صراحة شرف لنا أننا نجالس اليوم ونستمع اليوم إلى سماحة الأستاذ. إذا كنتم تتكلمون عن جامعة ولاية اللاجوس، أول ما يتبادر إلى الذهن بالنسبة لجامعة ولاية اللاجوس الناس يقولون الجامعة التي يحاضر فيها الدكتور سعيد تيمي. هذا أول شيء. اتركوني أعرف فضيلة الدكتور الشيخ سعيد أولوروتي ميتيمي. أنا أسميه عينا. العين عين جارية، العين عجي في العلم. العين سمي العين أيما شئت فهو عين من عيون الله في الأرض. أحسن الله إليكم. طيب هكذا أنتقل أيها السادة الأفاضل إلى المضيف الكريم الكاتب العظيم أستاذنا النحرير. صراحة أول مرة فزت بلقاء الأستاذ عيسى روح الله العجيب في إبداعاته. أنا ظننت أن هذا البيت انتهت في الأخ عيسى مفاخر البيت، وعندما فزت بلقاء الشيخ أحمد المختار أيضا أدركت أنه مختار. ثم من بعد فزت بلقاء يدي أستاذنا المضيف وشيخنا المدير، أدركت أن الله يعني صراحة يعني أعطى هذا البيت ما لم يؤتي يعني العديد من البيوت. زاروني أيها الأفاضل أتشرف بدعوة فضيلة الأستاذ المضيف المدير الشيخ الخليفة عبد القادر إبراهيم بخاري. مركز الهداية والسعادة حفظه الله ورعاه. خوفا من تضييع الوقت، خوفا من تضييع الوقت أنا أواصل وأنتقل إلى التعريف بسماحة المحاضر. الله ينبأ بسماحة المحاضر الشيخ الفاضل. أنا عارف إليه إن شاء الله الأستاذ المحاضر الدكتور الأستاذ الحكيم الأستاذ لقمان عباكري الأدبي. لا يزال الله معكم. الله بالخير. الله. طيب، ما أصاب من مصيبة ومن الله، لكن إذا أصابت ميكروفون المصيبة ومن المهندسين. الآن ننتقل مباشرة أيها السادة إلى التعريف. صراحة يا شيخنا بودي أن أعيد التعريف، لكن من بعد يعني أؤدي ذلك الدور. شيخنا الأدبي عرفناكم والله يعرفكم ولا يزال يعني يشرفكم. بجانبه الشيخ الأستاذ نحن معا رغم نضوجه ونبوغه وتعمقه جينا مرافقين لمولانا الأستاذ الدكتور يعني في هذه الحفلة الأستاذ الدكتور علاوي. طيب أليس كذلك يا شيخ؟ طيب هو وافقني مباشرة لأنه يريد أن يصل إلى شهادة الدكتوراه. هذا مشرفه الذي يشرفه رغم نضوج النحوي هذا
إذا مات لأنه يعيش طويلا فعلا يكون معمرا ربما يعني يعيش يعني 100,000 إن شاء الله. يعني كفيت بهذا مهما طالت حياته صراحة. إنه إذا سمعتم خبر موته لأنني أعيش أطول منه فالكتب هي التي قتلته. ومع ذلك هنا أستاذه الأستاذ الدكتور الباحث عبد الرحمن عبد الحكيم النحوي. دام الله حياته. كبر الله. الله أكبر. صوفي يبرز في صورة المستنين والسنيين. الحمد لله. هكذا أنعاد بكل سرعة إلى أخينا الذي يتفضل علينا قضايا الدلالات الصوفية هنا، لأنه يعني مغربي ولأنه مغربيا. من الذي يخطئ؟ الميكروفون ليس بيدك. هذا من ناحية، هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى إنه مغربيا كان مغربيا. انظروا إذن بالله لا تبالي بنحوي، يعني النحوي هنا إذا أردت النحو فزع بلي. أعرف فضيلة الوالد، هو والد أيضا لأنه عنده أولاد وأنا من أولاده، الشيخ الدكتور كمال الدين شاكر الله أغنى الناس. دام الله حياته. حفظه الله ورعاه. آمين. بجانبه أيضا تعرفونه شوقي إليك يا شوقي، أولم أعرفه شوقي إليك يا شوقي. فضيلة الشيخ المدير الفاضل الشيخ أحمد شوقي دار الفلاح. الله يحييك شيخنا، الله يحييكم شيخنا. صراحة بجانبه إنسان يعني فعل هكذا، لكنه صراحة لا أدري ربما قد أخذ يقول الشعر هكذا، حركاته شعر. الأستاذ يعني غير طيب الأستاذ الفاضل المدير الشيخ الله معي مصطفى يعقوب اللديوي صاحب الإبداعات الأجيبة، حفظه الله رعاه. أهلا وسهلا مرحبا. سأعني بكثير أنني لم أحفظ أسماء مدارس هؤلاء المشايخ الذين كنت أعرفهم. بجانبي أيضا أستاذنا الكريم الشاعر سليمان يوسف أولان يواجه، شاعر دار الحكمة، ما شاء الله. الله يحييكم، الله يحييكم. الشعر يعني صراحة لا أدري. بجانبي أيضا أستاذنا الكريم ربما يكون شاعرا أيضا، لأن الجلسة الآن أصبحت جلسة الشعراء. انظروا من هذا المكان الشاعر عبد الحكيم النحوي هو أيضا شاعر، عنده تأليفات عجيبة. شيخنا شاعر، دكتور سعيد تيمي بنفسه شاعر والله. ومولانا عنده ديوان ليس كديوان الآخرين. ديوان ليس كديوان والله يعني بالله من أراد أن يصدق فليسألني عن ديوانهم. الأستاذ الدكتور شاعر أيضا، وانظروا شاعر، المدير بنفسه المضيف شاعر، بجانبه أستاذ كمال الدين شاعر. عندنا شعور، ما في واحد إلا وعنده شعور. الأستاذ الفاضل هذا الشيخ أحمد، عرفت شوقي دار الفلاح الذي في الأستاذ عبد الحفيظ، ما شاء الله، حياكم الله. طيب هنا نقف بخصوص التعريف. أراب ولا معروف بعبقريتي وبنجابتي، من الذي لا يعرفه؟ الأستاذ الواحد أيضا شاعر. هنا شعراء seri badia yang batalo nda badia o soni kale sibeni badia ajegunle ngaka o se se fa disi Ọlọ́run kó ṣàánú àwọn náà ni wọ́n jókòó yìí. عرفناكم والله يبارك في معطياتكم. الآن ننتقل مباشرة إلى تقديم الميكروفون إلى الذي يرحب، لكن قبل الترحيب هذا خوفا من تضييع الوقت يعني نجتاز ونذهب مباشرة إلى مولانا رئيس الجلسة ويعطي فضيلته الدكتور سعيد التيمي فرصة الإلقاء، ثم من بعد يعني نعود إلى الهدوء. الله يحفظ شيخنا الفاضل. الآن أذهب بكل سرعة إلى فضيلة الأستاذ الدكتور لقمان أولاتيجو ألاوية، حفظكم الله ورعاكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بعد الحمد والشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى، وبعد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. فأنا مدين كثيرا بالمدير والمضيف الذي شرفني بالدعوة من شمال الأرض إلى جنوبها، ذلك العلامة التي يجمعني اللقاء الأول معه في هذه الصبيحة المباركة، فهو الشيخ المذكور بكل إكرام الشيخ عبد القادر إبراهيم. أدام الله حياته. أنا مدين لكم لأن البرافس في نيجيريا كثيرون، وكثير منهم في متناول أيديكم. إن دلت دعوتكم على شيء فإنما تدل على تشريف أن يأتي شخص من بوتشي إلى ليغوس ليترأس على هذه الجلسة المباركة التي فيها أمثال الدكتور المشهور ذلك الكاتب العربي والإنجليزي صائب الثقافة الواسعة الدكتور سعيد تيمي. أدام الله حياته. تشرفت كثيرا، وتشرفت كذلك باللقاء مع هذه الوجوه النيرة بين الشعراء والخطباء والمؤلفين والمديرين، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون معكم بعونه ونصره، ويجزيكم الله سبحانه وتعالى خير الجزاء. لقد ضيعنا من الوقت الكثير لكن فوق إرادتنا، وكان بودنا أن نطلق صراحة الدكتور لأن حسب ما قال عنده برنامج آخر في وسط ليغوس، ولا نريد أن نراهقه، لا نريد أن نضيق عليه، فبذلك أكتفي بالتعريف الذي قام به الأخ الأستاذ عبد الفتاح للعيان الكرام الموجودين في هذه البقعة، ونريد كذلك أيضا أن نتمتع بالمحاضرات العلمية التي تقدم في هذه البقعة، فبذلك لا ينبغي أن نضيع من الوقت الكثير أيضا. لكن مع ذلك لابد أن ندعو الله سبحانه وتعالى لذلك الشيخ المبجل الكريم الجواد شيخ أحمد المختار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون بعونه ونصره دائما، وأن يحفظه الله ويرعاه، لأنه في حاجة ماسة إلى دعائنا. إذا حسن الله إلى العبد بمثل هذه النعمة الكبيرة فإن العبد في حاجة ماسة إلى الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمره، آمين، وأن يبقيه الله سبحانه وتعالى زخرا للإسلام والمسلمين، آمين. بدون إطالة الوقت أتشرف بدعوة الدكتور سعيد تيمي لإلقاء محاضرته، وهي المحاضرة الأولى في هذه الفعاليات، والمحاضرة ستكون بعنوان التصوف وبناء المجتمع. هكذا هذا الذي كتب لي. إذا نكتفي بما كتبه الدكتور، آثار التصوف الإسلامي في بناء المجتمع الإسلامي، أبعاد ودروس. والمحاضر أظن هو معرفة لا يحتاج إلى تعريف. الكل ليس هناك واحد في ليغوس لا يعرف من المسلمين لا يعرف الدكتور سعيد تيمي. تعرفت على الدكتور منذ أن كنت طالبا في جامعة سوكوتو، وذلك من خلال كتاباته التي كانت تسرب من الجنوب إلى الشمال. وأنا متعقد بأننا سوف إن شاء الله نستمتع بهذه المحاضرة. ثانيا، إن هذا الموضوع موضوع مهم، وخاصة في هذا الوقت الراهن الذي كثرت فيه الضجات والصيحات والنزاعات والخلافات بين العلماء فيما يتعلق بالتصوف. فيجب علينا أن نقيم مثل هذه المحاضرات
لتصحيح بعض المفاهيم. منذ أن وصلنا إلى هذا المقام دخلنا في النقاشات مع الدكتور فاق حول التصوف وما حقيقة التصوف. فنريد اليوم أن نستمع إلى آثار هذا التصوف الإسلامي، وأنا متأكد بأن سماعة الدكتور سوف يبدأ أولا بإثبات تصوف الإسلام قبل أن ينتقل إلى ذكر آثار التصوف في مجتمعنا. وأنا كذلك متأكد بأن هذه المحاضرة ستكون محاضرة علمية مبنية على أسس الحجج والبراهين. فأرجو من الإخوة جميعا أن نكون منصتين وأن نكون مصغين إلى ومستمعين إلى سماعة الدكتور، ونسجل بعض النقاط، وإن شاء الله بعد إلقاء المحاضرة سوف نفتح المجال للإخوة للمداخلات والتساؤلات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على الدكتور وأن يمتعنا الله سبحانه وتعالى بهذه المحاضرة، ويتفضل الدكتور بكل شكر والتقدير.